لك ايه فهمنا. هذا اكيد مدلل امه يا بعدي. ايه قريضة تقرضش وثقيل. لسه ما فقست عنه البيضة وما عم يتحبك، لك عم يصير شوف بمشورب شو بده يساوي. مين؟ أنا خالد. شرف. السلام عليكم مرت أخي. وعليكم السلام خالد أفندي. أنت دائما بتجي هيك بصلتك محروقة؟ إيش لاحقك جني ولا عفريت؟ رح تكسر الباب وأنت نازل بالسقاطة. شو مرت أخي؟ الظاهر نسيتي بشو امبارح صرت تدقي على باب غرفتي لتفيقيني؟ لا ما نسيت. اضرب أنت وهالترباية، الله يعدمني إياك يا حق. استغفر الله العظيم يا ربي. ايه والله ما بسخفي، بس بتجاكر وبتزاحم من تدليل امه لإله. لا فو هيك وهيك بدها يعني اخدمه مثل ما بخدم جوزي. يلواه هلواه شو جابه للمعلم عمر. اروح احضر له فطور احسن ما اسمع لي شي كلمه. السلام عليكم. عليك السلام يا ايدك يا عمر. الله يرضى عليك إلهي، الله يرضى عليك. عليك السلام ورحمة إيدك الله أخي. وبركاته. الله يرضى عليك يا خالد. جبت الفولات يا مو؟ جبتهم يا عمو، مرت أخي السعدية عم تتبلهم. أصبح روح يا مو، وضب كيس الكتاب وجهز حالك مشان تكسر الصفرة وتتهون على الكتاب تقبرني. قبل الكتاب روح لعند عندك بسادي خلي تيجي لعنا روح. بكير على جيت عمتك تقبرني. لا أمي مو بكير، خليها تيجي من هلا بتكسروا الصفرة سوا بعدين ببلشوا مساواة العشاء. بلا ما يروح خالد تقبرني، لما بدنا اياها أنا بروح بنادي لها. أنت تروحي تنادي لك أمي وخالد واقف مثل مسطيجة قدامك؟ خالد تعب يا مو، لسه ما ارتاح من جيبة الفولات. ولك لسه واقف مثل لو حرك. رايح أخي ها. القريضة علقوا بالأوضة ليكونوا عم يحكوا علي بيت السهياني. السفرة جاهزة ابن عمي. لك أنت الثاني ما حلك تعرفي بالأصول، لك سعدية ما حلك تعرفي بالأصول. خير ابن عمي شو عملت؟ بحضور أمي الكلام والسؤال بيتوجه إلها وبس. يبعت لي 100 حمى ان شاء الله. بزمتي نسيت. السفرة جاهزة مرت عمي. عم نستنى خالد ليجي هو وعمته. فهمت عليك يا أختي، رح أوصف لك وصفة ترجع لك حليبك. الله وإيدك يا ستي. تكرم عينك. بتجيبي ضمة بقدونس تفرطيها، بتخلطيهم ناعمين كتير، بتشوحيهم مع السمن البلدي، وكل يوم على الريق بتاخدي معلقة. هوسهم بالسمن البلدي ليصيروا نيفة. ايه مزبوط. وروحي وتعي واشربي مرقة عظام أحسن لك، وإذا بتعملي شوربة عدس بيكون أحسن. دخلك؟ وهالوصفة كم يوم بدي أعملها ليرجع حليبي؟ بإذن الله، بإذن واحد أحد بجمعة بيرجع حليبك. خدي هي خرزة الحليب، بس بتديري بالك لتضيع منك، ما بتلاقي منها بالهية. ما يكلك فكرة، بالحفظ والصون يا أم صادق. هي خرزة الحليب بتحطيها بالبزازة وإذا تضايقتي اشكليها جنبها معليشي. يو مين عم يدق هالدقة المنقرزة؟ لا حشوف مين، عن إذنك. إذنك معك يا ستي. جيت خير إن شاء الله. ايه مين؟ أنا هذا أنت أبو دقة منقرزة، فوت تقبرني فوت. بيسلم عليك يا أخي عمر وبيقول لك تعي لعنا ضروري. كيف تقبرني؟ قالت لي قلبي شوفي. ما قال لي شو بده منك، بس قال تعي لعنا دغري ولا تتأخري ها. روح تقبرني سبقني، رح أحط ملايتي وأجي أنا. عمتي بدي منك شغلة. مور تقبرني. بس تجي لعنا إذا سألك أخي عمر عني، ليه لأنك فوتيني لعندك واستنيتك. وليش بدك يعني أكذب؟ عمتي بصراحة وقت بعتني مشان نادي لك شفت ابن عمي عبد الحي برا أنا وأخذني الحكي أنا وياه. ولا يهمك تقبرني، روح سبقني رح أحط ملايتي وأجي، ورح ألاقي لك تخريجة نفدك إذا سألني أخوك عمرها. يلا بخاطرك عمتي. مع السلامة تقبرني.